اختصارات في الويندوز لازم تعرفها. الجزء الثاني، لو بتعمل حاجة على الكمبيوتر وقررت تسيبه وتقوم تروح حتة تانية، كل اللي عليك تضغط زرار الويندوز مع حرف ال. بالشكل ده هيعمل لك لوك سكرين او هيقفل لك الشاشة، ومحدش هيقدر يفتح الكمبيوتر الا اذا دخل الباسورد بتاعك. في نفس الوقت كل حاجة انت كنت بتعملها هتفضل محفوظة زي ما هي. زرار الويندوز مع حرف الاي بيقدر يفتح لك الاعدادات. زرار الويندوز مع حرف الاتش بيفتح لك حاجة مهمة جدا، وهي ميزة الكتابة او اعطاء الاوامر باستخدام الصوت. يعني تقدر تتكلم مع الكمبيوتر بتاعك او تكتب اي حاجة من خلال صوتك وتبقى تتحول لحروف، ولكن انا جربتها لقيتها بتكتب بالانجليزي بس، فانت جربها وقول لي اشتغلت معاك بالعربي ولا لا. زرار الويندوز بقى مع حرف الفي بيفتح لك كل حاجة انت عملت لها كوبي او خدتها نسخ قبل كده جوه حافظة النسخ اللي موجودة على الجهاز بتاعك. اما بقى زرار الويندوز مع حرف الكي فده بيفتح لك قائمة الاجهزة اللي انت متصل بيها، سواء كانت الشاشة بتاعتك او اي جهاز تاني انت متصل بيه سواء سلكيا او لا سلكيا.